تيجي أبهرك بفسحة تساوي 1000 خروجة، مكان ما كنتش متخيل إنه موجود بالجمال ده في مصر. والأجمل إن سعره مقابل الاستفادة معقول جدا، وأوعدك إنه هيفرح أولادك بأنشطة ترفيهية وتعليمية. فلو بتدور على فسحة تفرح العيال وتعلمهم في نفس الوقت، يبقى لازم تروح حديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع في مصر الجديدة. بالظبط 5 دقايق ماشي من محطة مترو هارون، وتذكرتها ب50 جنيه بس. الحديقة مش بس خضرة وزرع، دي رحلة مصغرة على ضفاف النيل من منبعه لحد مصر. هتشوف بيئات مختلفة، الغابات الإفريقية بالحيوانات بتاعتها، الحديقة الفرعونية بالنباتات العطرية، الريف المصري، البيئة البدوية والساحلية، وحتى مجسمات للمسرح الروماني موجود. وكل منطقة معاها لوحات تعليمية وأنشطة للأطفال زي الكيدز اريا المجانية، والدرامز التعليمي عشان أبنائك يتعلموا ويتثقفوا. وكمان للكبار في قعدات وسط الخضرة والهواء النظيف، ومسارات للمشي وكافيتيريا وحمامات، وكمان ممكن تدخل بالأكل عادي جدا. سيبك من اللي فات وركز في اللي جاي. المتحف جوه المكان بتذكرة إضافية بس حقيقي يستاهل كل قرش، وهو عبارة عن 3 أدوار، ونصيحتي تدخلهم الدور الفرعوني وركز جدا في اللي جاي. أول ما بيركبوا الأسانسير وينزلوا تحت، بيحسوا إن هم رجعوا لعصر الفراعنة. هيشوفوا رحلة بناء الأهرامات وغرفة دفن شبه حقيقية، والمركب الشمسي مع فيديوهات وألعاب بازل وشاشات تفاعلية لتثبيت المعلومة. كمان هيشوفوا مجسم لمقبرة توت عنخ آمون مع أفلام 3D بيحكي لهم قصتها. وكمان هيشوفوا غرفة التحنيط وموميا حقيقية. وفي الآخر أولادك هتعيش تجربة تنقيب عن الآثار زي المستكشفين. أما الدور الأول بقى بيحكي حياة المصريين زمان. الدور الأخير ده بقى مركز العلوم، هيعيشهم تجربة رحلة للمريخ، وهيعرفوا بقى تحديات البيئة وأسرار في جسم الإنسان. الحديقة شغالة من 9 الصبح لحد الساعة 9 بالليل، أما المتحف شغال لحد الساعة 2 الظهر. جربها مع أولادك، هتتبسطوا وتتعلموا وتطلعوا بأحلى ذكريات. وسلام.